السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بوصفه جديده واكله حلوه ولذيذه، تحليه من غير ما تكلفك اي حاجه، مكونات سهله وموجوده في كل البيت وحلوه، الاطفال كلها بتحبها. النهارده مع بعض هنعمل الشعريه بالسكر، تحليه لذيذه للاطفال. هنجيب معانا معلقتين كبار او 3 معالق سمنة بلدي او زيت زي ما انت حابة. انا هنا استخدمت السمنة بلدي. وهنجيب كوبايتين من الشعرية، يعني حوالي نص كيلو من الشعرية او ربع كيلو حسب الكمية اللي انت عاوزة تعمليها. وهنحمر مع بعض الشعرية ونقلبها كويس في الزبدة لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا عاوزينه. يا ريت لو شفت الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد، وتسيبي لي رأيك في كومنت. هنفضل مع بعض نقلب في الشعرية لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا عاوزينه. هنا بدأت تاخد اللون اهيت، بنقلب مع بعض. تحلية سهلة وغير مكلفة خالص وموجودة في كل البيت، مش هتكلفك اي حاجة من بره. احنا هنا حمرنا الشعرية اهو، خلاص فاضل لها حاجة بسيطة وتاخد اللون اللي احنا عاوزينه عشان يبقى اللون موحد كله. اهم حاجة نفضل نقلب فيها كويس على طول عشان الشعرية ما تتحرقش مننا من الجناب. ومعانا كوبايتين من المية هنغليهم على النار كويس. وبعد الشعرية ما بتاخد اللون الذهبي معانا، طبعا هو ده المطلوب، شايفين اللون عامل ازاي؟ مفيش حاجة متحروقة لان بنفضل نقلب فيها بالمعلقة على طول من غير ما نوقف عشان ما تتحروقش. وبعد المية ما بتغلي، طبعا احنا بنكون حاطينها على النار من واحنا بنحمر عشان تلحق تغلي، بنضيفها على الشعرية بتاعتنا واحدة واحدة بالراحة عشان زي ما انتوا شايفين بتطلع بخار كتير. بننزل بالمية على حسب كمية الشعرية اللي انا عاملاها بالظبط، يعني المية بتبقى اعلى من الشعرية حاجة بسيطة. ونقلب الشعرية بتاعتنا اهي، وبنسيبها تغلي على النار غلوتين. طبعا بنغطي عليها ونسيبها تغلي. وطبعا بعد ما غليت معانا غلوتين زي ما انتوا شايفين كده، بنجيب كوباية صغيرة من السكر وبننزل بالسكر على الشعرية وهي لسه بتغلي عشان تشرب كويس من السكر ويبقى طعمها محلي. طبعا في ناس بتسويها الاول بالمية وبعد كده بعد ما بتتسوي وتتشرب بتضيف عليها السكر من فوق كده، بس السكر بيكون بيقرمش معانا، فالافضل ان انت تضيفي السكر وهي فيها مية لسه على النار، السكر بيشربها وبيكون طعمها احسن ولذيذ. وكده الشعرية بتاعتنا اهي غطينا عليها طبعا واتشربت، وزي ما انتوا شايفين ماهيش معجنة ولا ماسكة في بعضها. وهنا غرفنا الشعرية، ممكن تزينيها بمكسرات لو موجود عندك، ممكن تقدميها كده عادي. انا كان عندي شوية من الزبيب حطيت شوية كده على الوش. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.